في كل مرة بتخرج فيها من عتبة باب بيتك لازم تكون حاطط في بالك إنك محاصر من كل الاتجاهات، وكل حاجة هتقع عليها عينك حرفيا هتكون بتخدعك بشكل ما، بداية من اليوفط واللافتات العادية اللي في كل الشوارع وصولا بقى لمطاعم الأكل. وأنا بقى بصراحة جاي النهاردة عشان أبوظ علاقة الثقة اللي بينك وبين المطاعم دي، وده لأن المطاعم زيها زي أغلب المشاريع التجارية الهدف منها هو الربح، وعشان كده بتحاول بكل قوتها إنها تستغلك كزبون وتلعب على مشاعرك ونفسيتك عشان ما تخليكش تخرج منها إلا وإنت دافع أكبر قدر من الفلوس ممكن تدفعه. فأنا بقى دلوقتي هقولك إزاي المطاعم بتستخدم علم النفس عشان تخليك تدفع أكتر، عشان حتى لو هيضحك عليك يبقى بمزاجك. بس قبل ما نبدأ، لو لسه مشتركتش على القناة اشترك وفعل الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا دايما. المطاعم أو القائمين على الدعاية فيها أذكى شوية من أنهم يقولوها لك صريحة كده إحنا عايزينك تدفع أكتر، بل إنهم هيخلوك تدفع وإنت مبسوط، حتى لو هتخرج من المحل تعيط بعد كده على الميزانية اللي اتضربت بسبب الأكل اللي إنت طلبته. وده كله بيحصل نتيجة إن المسوقين للمطاعم بيكونوا عارفين طريقة تفكيرك أكتر منك أنت شخصيا، وده بيكون عن طريق دراستهم في علم النفس بيخليهم يعرفوا نقاط ضعفك والحيل النفسية اللي بتمر على دماغك مرور الكرام، وتقدر تخدعك من غير ما تاخد بالك. على سبيل المثال، عمرك سألت نفسك ليه إعلانات المشروبات الغازية اللي إزايزها مشبرة بالتلج كده ما بتكترش إلا في عز النهار رمضان وانت صايم؟ دي ببساطة واحدة من أسهل وأشهر الحال النفسية اللي على الأغلب هتخليك قبل ما تكمل الإعلان تكون قررت إنك هتفطر النهاردة على المشروب ده، حتى لو انت في العادي مش من عشاقه يعني. أول حاجة أي مطعم في الدنيا محتاج يعملها هو إنه يخليك تدخله أساسا عشان بعد كده يعرف يخليك تدفع أكتر، وعشان كده أغلب اليوفط بتاخد اللون الأحمر كلون أساسي فيها. وانت لو فكرت دلوقتي بينك وبين نفسك إنك فاكر مطعم ولا اتنين على الأقل الدعاية بتاعتهم باللون الأحمر، وده اللي بتفسره واحدة من أكبر شركات خدمات المطاعم أرون ألين، واللي بيقولوا إنهم بيلعبوا بشكل رئيسي في الدعاية بتاعة المطاعم اللي بتيجي لهم على الألوان وتأثيرها على السلوك. فمثلا اللون الأزرق بيساعد على الاسترخاء، وبعض الدراسات بتقول إن اللون الأحمر بيحفز الشهية، واللون الأصفر بيجذب الانتباه. وعلى الرغم من إن الدراسات دي محتاجة مراجعة أكتر، إلا إننا بنلاحظ اللون الأحمر مشهور جدا في دعاية المطاعم، ويا حبذا بقى لو تم الدمج ما بينه وبين اللون الأصفر. وعشان كده أشهر المطاعم في العالم واللي الناس دايما بتحب تاكل من عندها غالبا بتكون مستخدمة اللونين دول. دلوقتي بقى انت دخلت المطعم واللي كان خلاص، المفروض بقى انت محتاج قائمة طعام او منيو لمعرفة الطعام واسعار اللي فيه، واللي بمجرد ما هتطلبه من الويتر اول حاجة كده بسم الله الرحمن الرحيم عينك هتقع عليها هي الاسعار. ولو جنبك منيو لمطعم مشهور فانت غالبا هتكون اول مرة ليك تلاحظ فيها ان المطعم مش كاتب عملة جنب السعر، يعني الاسعار الموجودة جنب كل وجبة مجردة تماما من اي عملة سواء جنيه او دينار او دولار او غيرهم. وممكن يجي ببالك انه شيء عادي لانك كده عارف عملة البلد اللي انت فيها فهتدفع على اساسها، بس الحقيقة بقى ان دراسات التسويق لاحظت ان الناس عادة بتميل لانها تدفع اكتر لما المنيو ما بيكونش فيه علامة تدل على السعر، والعلامة دي ممكن تكون عملة او تكون خانة مكتوب فوقيها كلمة السعر. المطاعم بتعمل كده لانك لو مش شايف علامة واضحة وصريحة بتدل على السعر مش هتفكر كتير في المصاريف والميزانية، خصوصا لو انت اصلا جعان، وهيكون كل شغلك الشاغل انك تجيب اكبر كمية من الاكل لان احساسك بالجوع بيهيألك انك عايز اكل اكتر. بعد ما المطعم اتأكد انك مش هتركز في السعر وهتطلب براحتك، فهو كمان عايز يضمن انك هتطلب اكبر كمية من الاكل، وده بقى بيعمله عن طريق انه بيحط لك صور في المنيو عشان تجري ريقك فتطلب اكتر. ده غير انه كمان بيحط لك الاكل في نظام وجبات متكاملة اللي هي الكومبو بأسعار اقتصادية مزعومة عشان تقول في نفسك انك لو اشتريت العرض على بعضه هيشبعك اكتر، وكمان هتدفع اقل من سعر كل حاجة لوحدها. يعني مثلا لو المطعم بيبيع برجر فهو هيحط لك سعر البرجر لوحده، وبعدها هتلاقيه حاطط نفس البرجر ده بس جنبه بطاطس وسلطات وعيش ومشاريب، وكاتب لك سعرهم وخاصم منهم 10 جنيه ولا حاجة. والصورة اللي جنب الوجبة دي هتبين قد ايه هي كبيرة وقيمة ومش هتتردد في انك تشتريها ابدا. ولو اتأملت هتلاقي ان المطعم فعليا مش خسران اي حاجة، انت كنت هتشتري برجر بس وتمشي، لكنه قدر يخليك تشتري حاجات اكتر،
وحركة الصور أصلا لوحدها من غير عروض ولا حاجة ممكن تزيد نسبة مبيعات المطعم بمعدل 27% تقريبا. وحسب ما بيقول براين مينيك الأستاذ المساعد في جامعة لوا ستيت، كل ما كانت الصور مشبعة أكتر بالألوان وأقرب للواقع كل ما استجاب ليها عقلك بشكل لا إرادي. وده طبعا غير التلاعب بالألفاظ اللي بعض العلامات التجارية بتعمله عشان تحفزك إنك تشتري أكتر، ودي بالذات بتكون موجودة أكتر في الإعلانات، لكنها برضو موجودة في بعض منيوهات المطاعم. والتلاعب بالألفاظ ده من أمثلته إن المطعم مثلا يكتب لك جنب صورة البرجر إن اللحم ده لحم بقري هولندي أو متربي على الغالي، أو مثلا صدور الفراخ الكريسبي عليها صوص جبنة سايحة، وفي الحقيقة أنت عارف إن ده مطعم فرايد تشيكن فأكيد الفراخ كريسبي، وبرضو أنت عارف إن صوص جبنة معناه جبنة سايحة، بس المطعم لازم يضيف لك الكلمات عشان يجري ريقك وتتخيل طعم الساندوتش فتريل على نفسك وتطلبه. وبسبب الإسهاب ده في الوصف، في بعض الولايات الأمريكية عندها قوانين بتمنع المطاعم إنها تتبع الأسلوب ده عشان بتعتبر إن ده نصب على الزباين. الصورة اللي قدامك دي نشرتها شركة أرون ألين اللي اتكلمنا عنها من شوية، وكشفت بيها عن خدعة نفسية هم برضو بيستخدموها في منيوهات المطاعم. والدايرة البيضاء اللي في الصورة دي بتمثل عنصر غالي وقيم والمطعم عايز يبيعه، وعشان تفهم ده بيحصل ازاي مش محتاج اكتر من انك تسأل نفسك ايه اول حاجة عينك وقعت عليها في الصورة دي، والإجابة غالبا هتكون الدايرة البيضاء. وده بالظبط اللي بتعمله المطاعم، وهو إنها بتخلي المنيو كله زحمة جدا وفيه كتابة وصور ووصف وأرقام بيحسسك بالتوتر نوعا ما، إلا إن في عنصر واحد بس بيكون موجود على جنب كده من فوق وحواليه فراغ مش متشاف، إلا إن دماغك بتلقطه، وهو ده العنصر اللي عينك هتحس بارتياح أول لما تبصله، وبالتالي هو أول عنصر هيلفت انتباهك، وغالبا شكله وسعره وصورته هيكونوا مميزين، فانت هتطلبه وهتكون فاكر انه عجبك، لكن في الحقيقة المطعم هو اللي قالك تشتريه، بس لغة الكلام بقت قديمة شوية. بعد ما اخيرا عديت من اخطر مرحلة في انك تطلب اكل واللي هي المنيو، جه الوقت بقى ان المطعم يقدم لك الطلب بتاعك. لو فاكر ان الحالة النفسية وقفت لحد هنا فانا مش عايز احبطك، بس لسه شوية. المطعم دلوقتي هيلعب انه يخليك تشبع بأقل كمية ممكنة من الاكل اللي هيقدمها لك، او هيلعب على انه يحسسك انك مشبعتش، على حسب بقى هو عايز ايه. والمطعم بيعمل كده عن طريق شكل الطبق اللي هيقدم لك فيه الاكل. والطريف بقى ان عمرك ما كنت هتتوقع انه يضحك عليك من شكل الطبق مهما كنت انت اصلا شخص حويط، الا بقى لو ذاكرت علم نفس المطاعم قبل ما تفكر تاكل بره بيتك. وعشان تفهم المطاعم ازاي بتتحكم في جوعك وشبعك من شكل الطبق، انت محتاج تبص على الصورة اللي قدامك ثانيتين بس. للوهلة الأولى كده مخك ممكن يشوف إن الدايرة السوداء اللي ناحية اليمين أكبر من الدايرة السوداء اللي من ناحية الشمال، إلا إنك لو دققت ثانية كمان هتلاقي إن الدايرتين نفس الحجم، ودي خدعة بتلعب على الإدراك البصري للأحجام ومعروفة علميا باسم وهم ديبلويف. والمطاعم بقى بتتبع نفس النهج ده في الأطباق اللي بتقدم لك فيها الأكل. فلو كان المطعم عايز يحسسك إن الطبق كبير وكمية الأكل كبيرة عشان تحس بالشبع بأقل كمية أكل، هيقدم لك الأكل في طبق بيتبع نهج الدايرة السوداء اللي ناحية اليمين، واللي فيها بتكون حواف الطبق صغيرة جدا. أما بقى لو المطعم عايز يحسسك إنك لسه مشبعتش ومحتاج تطلب أكل تاني، فهو هيقدم لك أكل في طبق حوافه عريضة عشان تحس إن كمية الأكل صغيرة فتطلب أكتر وتدفع أكتر. مجلة ساينس دايركت أجرت دراسة كان الهدف منها إنهم يختبروا هل لون الطبق ممكن يأثر على نكهة الأكل ولا لأ. وعلى الرغم من إن السؤال في حد ذاته غريب ومريب نوعا ما، إلا إن طعم الأكل ماله ومال لون الطبق يعني، إلا إن المجلة عملت الدراسة فعلا على أطباق باللون الأبيض والأسود تحديدا، وحطوا في الطبقين نفس نوع الحلويات واللي هو موس الفراولة. وفعلا النتائج أظهرت إن الناس كان بيعجبها طعم الأكل اللي في الأطباق البيضة أكتر من الأطباق السوداء، وده بيوضح ليه أغلب المطاعم بتميل لإنها تستخدم أطباق بيضة في تقديم الطعام، لأن لما طعم الأكل هيعجبك هتكرر تجربة الشراء تاني، وبكده المطعم هيضمن إنه بعد ما استفاد منك أكبر استفادة ممكنة وخلاك تدفع أكتر، أنت كمان هترجع تعيد التجربة مرة تانية. لو عجبك الفيديو دوس لايك وشير الفيديو في كل مكان عشان غيرك يستفيد، ولو لسه ما اشتركتش على القناة اشترك وفعل الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا دايما. سلام.